ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى يوم بحبه جدا لانه يوم عيد ميلادي 22/11. ده يعني يوم فعلا اسعد يوم في حياتي اللي انا اتولدت فيه. فقررت بقى ان ما ينفعش تبقى الشيف بطوطة ونجيب تورته من بره، وعملت سويس رول بجد تحفة. سهل جدا، اي حد ممكن يقوم يعمله في ثواني وتحتفلوا وتنبسطوا. ويا ريت نعمل الحاجة في البيت لانها بربع تكلفة بره واقل كمان، وبتبقى الحاجة جميلة جدا لما نعملها بايدينا ونحتفل بعيد ميلادنا واحنا عاملين حاجتنا بايدينا. اتمنى ان يكون يوم عيد ميلادي يوم سعيد عليكم ان شاء الله، واتمنى تجربوا الوصفة. واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. ويلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. أول حاجة هنحضر الكيك بتاع السويس رول. عندنا 5 بيضات بنفصلهم الصفار لوحده والبياض لوحده. ادي عندنا اهو 5 صفار بيض. عندنا 30 جرام سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضربهم كده. عندنا فانيليا سايلة. عندنا 40 جرام زيت. عندنا 85 جرام دقيق خاص بالكيك. تمام، هندخله بقى واحدة واحدة كده. عندنا 60 ملي لبن حليب. عندنا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، عليه محسن كيك، يعني زي انا بس مستعملة كيك شيف. تمام، ونديله تقليبة كده. واخر حاجة معانا باكت فانيليا باودر. كده الخليط ده بقى جاهز عندي، هنركنه على جنب ونشتغل في بياض البيض. دلوقتي عندنا بياض ال5 بيضات وعندنا 80 جرام سكر. هنبتدي نضرب بياض البيض مع السكر، بس هنحط السكر على 3 مرات واحنا بنضرب بياض البيض. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بنضرب بياض البيض لحد ما نلاقي البياض بتاعنا لما برفع المضرب كده ما بينزلش. بصوا اهو كده ما بينزلش، ثابت معايا. تمام، هنبتدي بقى نجيب الخليط الاولاني. الخليط الاولاني اهو، هنبتدي بقى نديله برضو ضربة كده. كده بقى عندنا الخليطين جاهزين. هناخد من بياض البيض نحط على الخليط بتاع صفار البيض. ليه انا بقى ما ضربتش الصفار الاول قبل البياض؟ لان المضرب لو كان مطرحه صفار بيض عمر ما البياض هيتضرب معايا كويس. تمام، هناخد كده بقى بالراحة وبالمضرب كده او بالسباتيولا بالراحة خالص ندمجهم مع بعض.
الخليط بتاعنا جاهز ان احنا نبتدي بقى نشتغل فيه. هنركنه كده. عندنا كيس حلواني هنحط فيه جزء من الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا صاج انا دهناه بالزبده وحط عليه ورق زبده، وبرده دهناه بزبده خفيف. وهنبتدي بقى بنمشي كده بالقمع خطوط. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوط بقى عشوائيه كده تدوا شكل كده. احنا عايزين حاجه عشوائيه عشان تدينا شكل حلو. هنا كده تمام. هنجمده بقى في الفريزر ونكمل بقيه الخليط. دلوقتي عندنا 3 معالق كبار كاكاو خام اسباني غامق. تمام. هنبتدي بقى، ودي ميه سخنه بتغلي. هناخد كده واحده واحده. كده بقى خليط الكيك عندنا جاهز. تمام. عندنا بقى الفرن طبعا مشغلينه على درجة حرارة 180 من قبل دلوقتي، يعني من قبل ما احنا ابتدينا نعمل الشوكليت كده بنشغل الفرن بتاعنا. تمام. هنشوف بقى هنكمله ازاي. ادي الصاج بتاعنا اهو بعد ما طلعناه من الفريزر وهو متجمد على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصب عليه الخليط كده. بعد ما حطينا الخليط بتاعنا بالشكل ده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الفرن على طول. ادي الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. طبعا هنطلعه على شبكة ونسيبه لحد اما يبرد. تمام. دلوقتي بعد ما الكيك بتاع السويس رول عندنا برد، اول ما يبرد على طول، يعني احنا متابعينه اول ما يبرد على طول. تمام. هو ما كملش، يعني ما خدش تلت ساعة يعني. هنبتدي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نقلبه. ورقة زبدة تانية وهنحطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط الصاج بتاعنا كده. بعد ما قلبناها هنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم نشيل كده بالراحة. تمام. وعندنا كريم شانتيه شوكليت او كريم فانيليا، وانا حاطه عليه نوتيلا اللي يريحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمشي كده. بسم الله. القمع
اي طبعا شكل. هو فايدة القمع ان هو بيظبط لي ان كمية الكريمة تبقى واحدة. دلوقتي بعد ما حطينا الكريمة بتاعتنا بنسيب اخر جزء يا دوبك هنحط عليه الكريمة كده خفيف. تمام بالشكل ده. وبعدين عندنا بقى موز. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الموز بتاعنا كده. تمام. ونبتدي بقى بسم الله نلف بالراحة بالورقة. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. ونسحب الورقة كده. بالشكل ده وهنحطها في التلاجة تسقع لمدة ساعتين وبعدين نقدمها مع بعض. ادي السويس رول بتاعنا بعد ما بنخرجه من التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بنساوي بس الحروف كده. تمام. وكده وصفتنا النهارده خلصت. اتمنى لكم ان انتوا تجربوها، واتمنى ان يوم عيد ميلادي يكون يوم سعيد عليكم، وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه بسرعه يشترك علشان لسه في وصفات كتيره مع شيف بطوطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.